دونك سي عارف، مرحبا بك، كاتب عام مكتب جامعي لحركة النهضة في صفاقس. اليوم أول نهار لانتخابات المجلس التأسيسي. حركة النهضة تشارك بقوة في كل تقريبا كل القائمات، كل المناطق في الجمهورية. اليوم مشاركة حركة النهضة في صفاقس، والله مشاركة حركة النهضة في صفاقس نتمنى أن تكون مكثفة ككل وليس استثناء لأبناء النهضة، لكن كل المواطنين نتمنى أن يكونوا يعبروا عن خيارهم، وهو خيار تاريخي نعتقد عندها لأول مرة في تاريخ تونس المواطن يخرج بالكثافة هذه. تفاجأنا فعلا بوجود طوابير طويلة في مكاتب الاقتراع، وهذا دليل على أن المواطن التونسي عنده وعي وعنده رسالة يحب يوصلها وعنده خيار يحب يعبر عنه. نتمنى أنه تتم العملية بنفس النسق اللي بدأت فيه، وهي نسق مشجع إجمالا اللي تدل على وعي المواطن التونسي وحرصه على أنه يعبر عن موقفه ورأيه في المحطة الانتخابية هذه. ولكن هناك تفاؤل كذلك بأن الحركة إن شاء الله يكون عندها نصيب وفير من أصوات المواطنين اللي نتوقعوا أنه مش يكون يعبروا عن ثقتهم وعن لبرنامج حركة النهضة، واللي يعبروا في الواقع عبروا عنه في عديد المحطات في خلال مرحلة الدعاية الانتخابية بمشاركة مكثفة في الاجتماعات إلى آخره. فتصور فإن شاء الله نتمنى أنه تكون الانتظارات إيجابية ونتائج حسب توقعاتنا نتائج إيجابية بالنسبة لحركة. أكبر سلبية أو النقطة السلبية الرئيسية في العملية هذه كلها هي أنه بالنسبة للخيان والمواطنين اللي ما سجلوش تسجيل المسبق لقاوا روحهم مجبرين، حتى برغم الهيئة حاولت تدارك الموقف وفتحت بعض المكاتب الاقتراع لاستيعاب العناصر هذه اللي ما سجلتش. لكن الأكبر مشكلة اللي لاحظناها هي خاصة في المناطق الريفية والبعيدة، المكاتب الاقتراع اللي تحلت لهؤلاء هي محدودة جدا، مما خلق نوع من الإرباك أنه المواطن اللي يجي من أرياف بعيدة اللي مثلا في معتمدين بير علي وسمى معلومات دقيقة الخيان اللي مش مسجلين مشاو المكاتب هذه يلقى روحهم ما هماش مش ممكن باش يصوتوا في المكاتب اللي هي محدودة العدد، وطلب منهم بالتحول إلى مقر مركز صفاقس اللي تقريبا عمليه شبه مستحيله باش يجي يتحول من بير علي لصفاقس باش يكون بصوته. هذه مساله خطيره جدا، مساله اللي ربما احدثت نوع من الارباك، نوع من المواطنين اللي حبوا يعبروا عن مواقفهم وعن صوتهم لاول مره في الانتخابات حاره يلقى روحه عاجز على ايصال صوته والتعبير عن موقفه في هذه الانتخابات. هذه مساله خطيره جدا. مش عارف انا اسف الهيئه ان شاء الله منا اللي اخذ وقت تدارك المساله هذه، لانه فعلا جاتنا تشكيات كبيره جدا وربما تحدث منها نوع من الارباك، نوع من التذمر، نوع من القلق لدى المواطنين هذول. اسمعنا بعض الاحزاب يحكيوا على التجاوزات. والله التجاوزات لاحظناها واللي صرناها من قبل بعض الاحزاب مثل الاتحاد الوطني الحر اللي يدور بالبوق بالسيارات من بلاصه يوزع من الشيء. اليوم المسائل هذه صرناها في سيدي منصور، في طريق سيدي منصور صرنا التجاوزات في الاستخدام الفيدراسيون، توزيع مناشير دعائيه، صاروا ثم تجاوزات خطيره اخرى اللي لفتت انتباهنا، اللي هي ثم ناس حاولت تتقمص حتى بعض حابه تتحدث باسم حركه النهضه وتقوم بدعايه حزبيه من اجل التشويش، من اجل الادعاء بان الحركه تقوم بالحمله يوم الانتخاب. واحنا اتصلنا بالهيئه الهيئه الجهويه ونبهناها بان راهو كل من يتحدث باسم الحركه في الاطار هذا هو ربما عناصر مندسه من اجل اثاره البلبله، من اجل التشويش على صوره الحركه. والحركه كما التزمت خلال الحمله الانتخابيه بكل القوانين اللي صاغتها الهيئه العليا، فهي ملتزمه كذلك خلال اليوم الانتخابي باخلاقيات العمليه وبكل ما تتطلب العمليه من ضبط النفس والالتزام بكل القوانين المنظمه للحمله الانتخابيه او للعمليه الانتخابيه. هل يعتبر هذا رد يعني على كاتب عام
الحزب الديمقراطي التقدمي اللي ذكركم بالاسم كحركة النهضة، وقال اللي ثم معناها شكون من الحركة هذه قاعدين يوزعوا في مناشير وقاعدين يخترقوا أو يتجاوزوا في قواعد العملية الانتخابية. والله أنا نحب أقبل كل شيء. أنا سمعت تدخل ماهر حنين رئيس قائمة في صفاقس، وللأسف حركة نسمة عندما حاورته لم تقدمه بصفته كرئيس قائمة في صفاقس، لأنه هو ذكر بلسانه أنه كان يدور من بين مكاتب الاقتراع ويتثبت من العملية. وإحنا نتساءلوا اسكو الرؤساء القوائم من دورهم من يدوروا بين مكاتب ويثبتوا هذه دور المراقبين. احنا بالعكس، احنا في حركة النهضة طلبنا من عناصر المكاتب الاقتراع، عناصر القوائم تبع حركة النهضة باش يبتعدوا عن مكاتب الاقتراع، يقوموا بدورهم في التصويت ثم يبتعدوا اتقاء للشبهات. بالتالي كل الحيثيات هذه تدل على أن محتوى التصريح هو محتوى مفبرك، محتوى الهدف منه تشويش على حركة النهضة. وإحنا نقول أنه حركة النهضة لم تقم وترفض كل هذه الممارسات، وكل من يقوم بالدعاية في الإطار هذا هو يستهدف الحركة ويحاول يشوه سمعتها. في صورة ما فازت النهضة بالأغلبية في الانتخابات مجلس التأسيسي، هل ستقبل العمل جنبا إلى جنب في حكومة واحدة مع أحزاب أصبحت كما ذكرتم معادية لتوجهات حركة النهضة؟ والله موقف الحركة في الإطار هذا واضح وعبر عنه من قبل قيادات الحركة. احنا مع الوفاق، حتى ولو الحركة كان نصيبها الأغلبية في المجلس التأسيسي، نحن ندعو إلى ائتلاف ووفاق وتشريك بقية الأطراف الفعلة اللي عندها فعلا رصيد شعبي لدى القاعدة الانتخابية. والمسألة هذه مسألة محسومة عبر عنها أكثر من مرة، وليس لنا أي موقف اللي فيه تراجع عن المبدأ هذا. ونحن نؤمن بأنه تونس الغد تونس يجب أن تكون مفتوحة للجميع، ولا تحتمل في الواقع الانفراد بسلطة من قبل أي طرف، بل حتى من مصلحة الحركة تشريك الأطراف الأخرى لتحمل مسؤوليتها في المرحلة القادمة اللي بتكون مرحلة ربما حساسة، حتى نتخطى كل خلفيات ورواسب النظام البائد، النظام المخلوع. بالتالي هذا من ناحية مبدئية ومن ناحية منطقية وعقلية تتطلب أنه حد ما ينفرد بسلطة، وهذا المبدأ عبر عنه من قبل قيادة الحركة. شكرا. شكرا.